لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقيقة اعتقال ياسر الدوسري خبر بيثير الجدل ويكشف حقائق مثيرة جدا على مواقع السوشيال ميديا. هزت حقيقة اعتقال الشيخ ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وده عمل حالة من الجدل والتساؤلات بسبب الأخبار اللي تم تداولها عن اعتقال الشيخ ياسر الدوسري. في الفيديو ده هنتكلم معاكم عن حقيقة الخبر ده، وهنكشف لحضراتكم بالدليل هل الخبر ده حقيقي والشيخ ياسر الدوسري تم اعتقاله، وايه السبب، وهل الخبر ده مش حقيقي وايه السبب وراء هذه الشائعات. بسبب تغريدة تضامن الشيخ ياسر الدوسري مع القضية الفلسطينية، نشر تغريدة على حسابه على تويتر او اكس حاليا. طبعا بعد ما نشر التغريدة دي بدأت تطلع أخبار إنه الشيخ ياسر الدوسري تم إلقاء القبض عليه واعتقاله بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية. ولكن طبعا الشيخ ياسر الدوسري مازال بيمارس مهام عمله بشكل طبيعي ولم يتم اعتقاله، وده طبقا لمصدر رسمي في المملكة العربية السعودية نفت صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حول اعتقال الشيخ ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام، مؤكدا هذا المصدر أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. وقد ظهر الشيخ ياسر الدوسري مباشرة على الهواء على قناة المجاهد ليؤكد هو الآخر عدم صحة ما يتم تداوله عن اعتقاله. طبعا الشائعات والأخبار اللي تم تداولها انتشرت بشكل كبير جدا، وتحديدا بعد نشره لتغريدة كان بيتضامن فيها مع القضية الفلسطينية. وحظيت هذه الشائعات بتكذيب واسع من قبل رواد مواقع السوشيال ميديا اللي عبروا عن استهجانهم ضيقهم لإطلاق مثل هذه الشائعات، مؤكدين على محبتهم وتقديرهم للشيخ الدوسري. وبناء على ذلك يمكننا أن نؤكد لحضراتكم بأن خبر اعتقال الشيخ ياسر الدوسري هو خبر كاذب تماما ولا صحة له على الإطلاق. طبعا هذه الشائعات أثارت جدل واسعا حول دوافع نشرها. ناس كتير كانت برضو حابة تعرف هو مين وراء نشر هذه الشائعات وإيه الهدف من نشر أخبار أو شائعات زي كده. طالما الشيخ مازال موجود بيمارس مهام عمله، ليه بتطلعوا شائعات زي كده؟ في بعض الناس قالوا انه ده عاوزين ينالوا من الشيخ ومكانة الشيخ وتأثيره الكبير جدا عند محبيه وعند كل جماهيره، بينما البعض الآخر اعتبروا ان دي وسيلة لإثارة البلبلة في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه الواقعة بتدعو إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية عند نشر أي خبر أو أي معلومة على مواقع السوشيال ميديا، والتأكد من صحتها قبل ما تشاركها مع غيرك، والابتعاد طبعا عن نشر هذه الشائعات اللي بتسبب بلبلة وتثير الفتنة. طبعا ربنا يمتع الشيخ ياسر الدوسري بالصحة والعافية. شيخ ياسر الدوسري مازال بيمارس مهام عمله ولم يتم اعتقاله، ومفيش أي حقيقة لمثل هذه الشائعات اللي تم تداولها على السوشيال ميديا. ما تنساش توجه كلمة أخيرة لكل واحد تداول هذه الشائعة، وتوجه كلمة ودعاء للشيخ ياسر الدوسري إن ربنا يبارك فيه ويبارك في صحته ويفضل معانا لسنين كتيرة جدا يمتعنا بصوته الجميل وبصوته العذب. شكرا ليكم، وما تنساش تشترك في القناة وتحط اللايك الجميل بتاعك علشان دايما يوصل لك كل الأخبار الجديدة على السوشيال ميديا.